السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف صحة وألف خير. هنتكلم ان شاء الله مع بعض في فيديو النهاردة عن يعني ايه تبصيم، ويعني الناس اللي اتبصمت هيحصل معاها ايه وهي راجعة من المطار، وازاي اصلا اعرف او ايه هو اسم الموقع اللي هعرف من عليه ان كان عليا مخالفة ولا لا. ممكن خالص ما تكونيش متبصمة وللأسف يطلع عليك مخالفة وانت ما انتش واخدة بالك. فان شاء الله تابع معايا الفيديو للنهاية، وان شاء الله بإذن الله يكون اخر فيديو نتكلم فيه عن الموضوع وعن الحج السنة دي. بس في دروس مستفادة قبل ما ننهي كده مناسك الحج، او قبل ما ننهي موسم الحج مع بعض، في كده يعني دروس مستفادة وعبر لازم كلنا نستفيد منها، علشان ان شاء الله للي بيجهز الحج السنة الجاية لنفسه او لوالده او لوالدته يبقى معاه كده دروس مستفادة، وفي نقط مهمة لازم يخلي باله منها قبل ما يجهز للحج ان شاء الله العام القادم. فخلوا بالكم ويلا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول شيء، لو حضرتك بتجهز لحج ان شاء الله العام القادم وناوي ان انت تطلع الوالده او الوالد باذن الله تعالى الحج، لازم تكون عارف ومتاكد ان انت ما ينفعش تسيبهم يطلعوا لوحدهم، يا اما تطلع معاهم او تطلعي معاهم او توكل اي حد من اخواتك يكون فاضي او فاضيه او ظروفه تسمح ان هو يطلع معاهم الحج علشان يرعاهم، علشان يخلي باله منهم، وعلشان يهتم بيهم، وعلشان يبقى انت اديت رسالتك على اكمل وجه. لازم تطلع معاهم لو هم من اصحاب امراض مزمنة او لا قدر الله معاقين او فيهم شيء، ما ينفعش نسيبهم يطلعوا لوحدهم، او هم فوق ال70 سنة ما ينفعش دول يطلعوا لوحدهم. ممكن يكون سنهم اصغر من كده ولكن عندهم امراض مزمنه هتمنعهم من المشي الكتير او الحركه، وعايزين حد يهتم بمواعيد العلاج بتاعتهم، او ان هم مش بيعرفوا يقرأوا او يكتبوا او يهتموا حتى بنفسهم، محتاجين ان انتوا تهتموا بيهم. فخلي بالكم من النقطه دي. ده من الاخطاء اللي اغلبتنا وقعوا فيها السنه دي، فاحنا نتعلم ونتخذها عبره للسنين القادمة. حتى لو هتطلعهم حج رسمي لازم برضو يبقى حد معاهم ويهتم بيهم ويحافظ عليهم ويخلي باله منهم ويرعاهم. طيب الموضوع التاني والشق التاني، لو حضرتك بتفكر تطلعهم اصلا غير رسمي، لو بتفكر تطلعهم غير رسمي، يعني ايه حج غير رسمي؟ يعني بيكون سعره مخفض شوية، يعني بالتالي مفيش خدمات ليهم. فده مين اللي بيطلع؟ يعني مين كان زمان بيطلع ايام ما كانت السعودية مش عاملة قوانين ومش عاملة، ما كانش فيه، كانت في ناس كتير بتطلع السنين اللي فاتت قبل النظام وقبل القوانين الصارمة اللي هي السنة دي وفعلا اتطبقت. كان مين اللي كانوا الشباب الصغير بيقدر على المشي الكتير، على الحركة، لان ما بيتوفر لهمش اتوبيسات، ما بيتوفر لهمش مخيمات يقعدوا فيها من حرارة الشمس. فدولت اللي كانوا بيطلعوا كده مع نفسهم زمان. انما ما ينفعش نطلع اهالينا، وما ينفعش بقى خلاص نخالف النظام. في قوانين يبقى لازم تطبق، لازم نلتزم بيها، لازم نشجع كمان الناس على الالتزام بالنظام. ما ينفعش اقابل حد واقول له يا عم ده في حج رخيص اطلع، ده حج ارخص، ايه اللي يخليك تدفع الرقم الفلاني؟ ولكن انا برضو من هنا بناشد المسؤولين بتخفيض يعني رسوم الحج، لان هي بتبقى يعني التكاليف عالية قوي، فبالتالي الناس بتفكر ان هي تطلع باي طرق تانية. فنصيحة من اي حد ناوي يطلع ان شاء الله السنة دي، ما تحاولش تطلع باي طرق غير رسمية، ما تحاولش. حتى لو ربنا مش هيكتبها لك فلك الاجر والثواب انك حاولت، وانك بتحوش، وانك بتشيل وبتعافر. ان شاء الله ربنا يعني ده كل الحاجات اللي انت بتعملها دي وبتحارب عشانها، ربنا ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك ويحقق لك كل اللي بتتمناه. اللهم امين يا رب. فخدوا بالكم من موضوع الحج غير رسمي، خدوا بالكم محدش يفكر يطلعوا تاني، محدش يفكر يطلعوا، لان بصراحة اللي شفناه السنة دي يا ريت الناس كمان اللي طلعت حج غير رسمي هيطلعوا هيتكلموا، هيقولوا ان احنا محبوسين في سكننا بقالنا كام، يعني بقالنا 25 يوم اهوت، وفي ناس محبوسة بقالها 20 يوم. يعني ازاي يبقى الكعبة قدامي ما بينها وما بينها مسافة قصيرة وما اعرفش اروح اصلي في الكعبة؟ ازاي بقى عايش في تهديد وفي رعب علشان القانون متطبق واحنا ما نعرفش؟ وفي شركات سياحة الله يهديها ما بلغتش الاهالي بكده وخدتهم كده على عماهم وودتهم هناك، والناس متفاجئة. يعني في ناس كتير طيبين من اهالينا ما يعرفوش وما معهمش نت ومش عارفين الاخبار، فهم دول اللي اتظلموا. ربنا يجعل تعبهم في ميزان حسناتهم، اللهم امين، ويتقبلهم من الشهداء، اللهم امين يا رب. ارجع تاني للموضوع التاني اللي كنت بكلمكم فيه، موضوع شركات السياحة. لازم تختار شركات سياحة تكون لها اسم، بتتقي الله، بتخاف من ربنا، اللي بتقوله بتنفذه، الوعد اللي بتوعده لك ان شاء الله في مخيمات، ان شاء الله فنادق نظيفة، ان شاء الله معاملة طيبة، يبقى اللي هي هتقوله لك هتنفذه هناك مع اهالينا هناك الطيبين، ومعانا احنا شخصيا هناك. لان حتى الشباب برضو يعني احنا
يعني ما طلعت العمرة برضو كان في يعني شركات سياحة تقول هنوديكم في كذا، ونروح نلاقي نفسنا في فندق تاني خالص. فاختاروا دايما الشركات اللي هي بتتقي الله، اللي وعودها، اللي كلامها زي وعودها، وتلاقوا كلامها هو بيتنفذ في الحقيقة. فربنا يهدي الناس جميعا، اللهم امين، ويتقبل منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين. اما يعني ايه تبصيم؟ التبصيم ده يا بنات او يا جماعة، ده جهاز بيكون مع افراد الامن، بتحط صباعك الابهم فيه، الصباع اللي هو الابهام على الجهاز ده كده بيطبع ان انت مخالفة. فبالتالي لما بتيجي بتسافري او اي شيء بيطلع قدامهم على الجهاز ان انت مخالفة، ان انت طالعه حج بدون تصريح. فايه الاجراءات اللي هتتم معاكي وانت راجعه في المطار؟ هو حاليا دلوقتي في ناس بعتولي وقالوا احنا سافرنا وعدى الموضوع بسلام. طب دلوقتي هتقولي لي مين اللي بيرجع للشميسي؟ اللي بيرجع للشميسي يا جماعه الناس اللي هي الكفيل بتاعها مبلغ عنها هروب او التأشيرة بتاعته اتلغت، دول الناس اللي بيرجعوا للشميسي. فناخد بالنا. انما الناس عادي بتسافر دلوقتي. المشكلة فين؟ ان هو بيقولوا ممكن والله اعلم برضو، ان انت لو حبيت تسافر تاني للمملكة وانت حضرتك متبصم، هيقولوا لك يا اما تدفع الغرامة يا اما تتمنع من دخول المملكة. فخدوا بالكم. ولسه احنا الموضوع مستمر، ولسه لحد دلوقتي الموضوع ماشي بسلام. فده بالنسبة للناس اللي عليها مخالفة. طب دلوقتي انا اعرف ازاي ان انا عليها مخالفة؟ اصلا في موقع اسمه ايفاء، ده بتدخلي عليه. لو حضرتك ما انتش عارفة، استعيني باي حد ان هو يدخلك على الموقع. من خلال الموقع هتعرفي ان كان عليكي مخالفة ولا لا، ومدة المخالفة اللي عليكي، او جايلك غرامة او هتدفعي فلوس. المهم ان انت هتشوفي عليكي مخالفة ولا لا. الموقع ده هيوضح لك كل شيء. اسمه ايفاء. فخلي بالك ودايما اتأكدي منه قبل ما ترجعي لبلدك. ده بالنسبة لفيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. ونتعلم من أخطائنا، ومحدش يطلع حج بدون تصريح. وكلنا نخلي بالنا من يعني ما فيش أغلى من الأب والأم، إن احنا نرعاهم زي ما رعيتيهم هنا في بلدك. يعني دايما يعني كملي جميلك وكملي رعايتك ليهم للنهاية، إن انت برضو تحافظي عليهم، ما تطلعهمش. هو الحج ونفسنا كلنا نطلع أهلنا الحج، ونفسنا كلنا إن هم يحجوا قبل ما يتوفاهم الله. يعني نهاية خدمتهم معانا وتعبهم معانا نفسنا فعلا، وده تفكيرنا كلنا. ولكن يطلعوا بصورة آدمية وبصورة صحية صحيحة وحج سليم، بحيث ان هم يرتاحوا. يعني احنا مش طالعين نعذبهم هناك. هتقولي لي العذاب ومش العذاب. لا، انا اللي طلع غير رسمي، عارف انا بتكلم في ايه. انما الناس اللي حجت رسمي ما شاء الله ما شاء الله، ما فيش منهم اي مشاكل، وربنا يتقبل منهم يا رب، اللهم امين. واتمنى من الله السلامة للجميع، اللهم امين يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.